الجو في الفترة دي كان مختلف تماما عن دلوقتي. الأركيا كان فترة تطور جوي كبير. العلماء بيقولوا إنه في نهاية الهيليوم وبداية الظهر الأركي الجو كان مليان بغازات سامة وإن الأكسجين كان شبه معدوم. بس هنا في جدل، في ناس بتقول إن الأكسجين بدأ يظهر بدري عن كده بكتير في قلب الهيليوم. وخلينا نبدأ بتعريف الغلاف الجوي، الأتموسفير والمحيطات الأوشنز. الغلاف الجوي هو الطبقة الغازية اللي بتغلف الكوكب وبتحميه من الأشعة الضارة. والمحيطات هي التجمعات الكبيرة من المياه المالحة اللي بتغطي جزء كبير من سطح الأرض. طيب إزاي بقى الغلاف الجوي بدأ يتكون؟ في الأول الأرض كانت بتمطر نيازك وترجع براكين، وكانت الغازات اللي بتخرج من البراكين دي زي ثاني أكسيد الكربون والنيتروجين بتبدأ تتجمع حوالين الكوكب. لكن مش كل حاجة كانت ماشية بالسلاسة دي. في علماء بيقولوا ان الغلاف الجوي في الاول كان سام جدا ومش صالح للحياه، بسبب انه كمان في تركيزات عاليه للغازات السامه زي الميثان والامونيا. بعد كده بدات المحيطات تتكون. الميه اللي كانت بتطلع من البراكين وتتبخر من الارض بسبب الحراره الشديده كانت بتتجمع في الغلاف الجوي وبعدين تبدا تنزل في شكل امطار. الامطار دي كانت بتملى الفجوات والحفر الكبيره على سطح الارض، وده كان بيساعد في تكوين المحيطات.